السلام عليكم، وابدأ معاك بأخبار الأهلي، تحديدا صفقة المهاجم. كولر والإدارة ولجنة السكاوتينج بيدوروا على مهاجم ما يكونش بديل لوسام، لأ، مهاجم ينافس وسام أبو علي. طيب، آخر اسم إدارة الأهلي بتتفاوض معاه هو إيهيناتشو، المهاجم النيجيري إيهيناتشو. احنا قلنا قبل كده ان الاهلي كان عايز بغداد بنجاح، والاهلي اتفق مع اللاعب على كل حاجه والراتب اللي هيتقاضاه. الاهلي كان عايز اعاره موسم بدءا من يناير، وهنا المشكله. طب ليه مشكله يا احمد؟ لان اداره الشمال القطري رافضه ان بغداد بنجاح يسيبهم في نص الموسم ويروحوا الاهلي من يناير. هم كانوا موافقين يدوا للاهلي اعاره لكن قبل كاس العالم للانديه، يعني في الصيف الجاي، لكن دلوقتي هم رافضين. فده اللي معطل الصفقه، دي الجزئيه اللي معطله الصفقه. ده واحد. نمره اتنين، الاهلي بيدرس اكتر من سيره ذاتيه لاكتر من مهاجم، وبيقارن، وشغل محترم بيقوموا بيه اعضاء لجنه السكاوتنج في الاهلي، مع طبعا كولر، لان هم عايزين يستقروا على افضل مهاجم يجي الاهلي يكسر الدنيا. عايزين مهاجم بقول لك ينافس وسام، مش يكون دكه ليه. ده بس كلام واضح. طيب، إيهيناتشو من المهاجمين اللي الاهلي مهتمين بيه جدا، وده مش كلامي، ده كلام موقع ديلي اكسبريس العالمي. قال لك ان الاهلي دخل في مفاوضات مع نادي اشبيليه الاسباني لضم إيهيناتشو، المهاجم النيجيري اللي لعب فيه اشبيليه ولعب فيه ليستر سيتي لو حد فاكر يعني. مهاجم خاض يعني تجربه احترافيه في اوروبا ممتازه، مهاجم سريع، هداف، قناص، مهاري، في كل مواصفات المهاجم الشامل. المهاجم ده مش بس الاهلي هو اللي عايزه، في انديه اوروبيه عايزاه، لكن الاهلي عنده ميزه حلوه قوي. ايه هي الميزه؟ كاس العالم للانديه. انا بقول لك اهو، في لعيبه كتير بتتمنى تلعب في البطوله دي، العالم كله شايفها، ودي افضل فرصه للعيبه ان هم يتالقوا ويسوقوا لنفسهم. فالاهلي ان شاء الله عايز يحسم الصفقه دي في اقرب وقت. طب لو لا قدر الله الاهلي ما قدرش ان هو يحسم الصفقه دي، في اكتر من لاعب معروض على الاهلي، مهاجمين افارقه بيلعبوا في اوروبا. انا بقول لك الشهر ده الاهلي ان شاء الله هيحسم التعاقد مع مهاجم اجنبي. طيب، نخش في موضوع كهربا جاله عرض من السويحلي الليبي، اعاره 6 شهور ب 700,000 دولار. بس اصحى معايا، ال 700,000 دولار دول للاهلي والكهربا، الاهلي ياخد النص واللاعب ياخد النص كراتب ليه خلال 6 شهور. فاهم قصدي؟ كهربا مش موافق. طب ليه مش موافق؟ كهربا عايز ياخد ال 700 كلهم والاهلي ما ياخدش حاجه، فعشان كده الاهلي رفض عرض السواحلي الليبي. الاهلي عايز مليون دولار، كهربا ياخد ال 700 بتوعه والاهلي ياخد 300,000 دولار، اعاره 6 شهور. يعني اللي عايز كهربا يدفع مليون دولار، اللي عايز كهربا اعاره لمده 6 شهور يدفع مليون دولار بالبلدي. ده شرط الاهلي لرحيل كهربا. عايز اقول لك كمان ان نادي الاتحاد الليبي قدم عرض اعاره لكهربا، اعتقد بمبلغ اكتر من المبلغ اللي عرضه السويحلي الليبي. فكهربا عنده اكتر من عرض ليبي، لكن لسه كهربا ما اتخذش قرار يروح اي نادي، لكن كلنا عارفين كهربا خلاص هيمشي، يعني هيمشي. طيب، الشناوي، الاهلي بيسعى ان هو يجدد عقد الشناوي، ده خبر ممكن ان هو يغضب بالاهلاويه، لكن لسه في حاجه كويسه ليك. الاهلي عايز ان هو يجدد للشناوي عشان يطلعوا اعاره، زي ما حضرتك سمعت. يعني الاهلي هيجدد للشناوي، والشناوي بنهايه الموسم الاهلي هيطلعوا اعاره.
والنادي يستفاد واللاعب يستفاد. الشناوي عايز راتب كبير في الاهلي، الشناوي عايز 40 مليون في الموسم. الاهلي طبعا مش هيدفع المبلغ ده لحارس مرمى اداؤه حتى وحش اخر فتره. فالكلام ان الاهلي هيجدد اللاعب وهيتم اعارته لاحد الانديه الخليجيه ان شاء الله الموسم الجاي، الصيف الجاي ان شاء الله. يبقى الاهلي هيستفاد وهياخد فلوس من الاعاره دي، واللاعب في الخليج هياخد مرتب شهري او مرتب في الموسم عالي جدا قد اللي كان بياخده في الاهلي 5 مرات. مكملين في اخبار الاهلي، عايز اتكلم على اول صفقات الاهلي الشتويه. الاهلي خلاص بيخلص كل حاجه مع مصطفى العش. بقالي مده بقول لك ان الاهلي مهتم جدا بالتعاقد مع اللاعب ده، قايل لك كتير. وخلاص قد كان يوسف ايمن الحافظ مشي وبداله مصطفى العش. دي اول صفقه. كولر اعجب باللاعب واعجب بالمدافع ده. المدافع ده اشول في ميزه، بيلعب بقدمه اليسرى وبيجيد البيلد اب او بناء الهجمه. كولر موافق على العش، وان شاء الله ده اول صفقه للاهلي. طيب بيرسي تاو اللي عندي ان هو جاله عرض محترم من الدوري القطري، وامبارح كابتن شوبير قال ان خلاص اللاعب هيمشي من الاهلي، وان تاو هو تاني الرحالين عن الاهلي في يناير بعد يوسف ايمن حافظ. والاهلي برضه مكانه هيجيب جناح. الاهلي لسه ما خلصش صفقه ايفرتون البرازيلي. طب ايه المشكله يا احمد؟ المشكله مش في قيمه الصفقه، المشكله في التقسيط. النادي التشيكي عايز الفلوس كاش، الاهلي عايز يقسط، واول قسط الاهلي هيدفعه في شهر 8. طبعا ده امر مرفوض بالنسبه للنادي التشيكي. فالاهلي لسه ما خلصش في صفقه جناح. المفروض الاهلي قلنا هيجيب مهاجم اجنبي وهيجيب جناح اجنبي، وكمان هيجيب مدافع. وارد ان الاهلي يتعاقد كمان مع جناح تاني، وارد. لكن الرئيسي بالنسبه لنا ان الاهلي هيجيب 3 صفقات: مدافع، وينج، وهيجيب ان شاء الله مهاجم اجنبي ينافس وسام ابو علي. تمام. فتاو اعتبره اول الراحلين، واعتبر ان مصطفى العش هو اول صفقات الاهلي. نخش في اخبار الزمالك امبارح اتعادل مع المصري 0-0. مباراه امبارح عملت فيديو قصير، قلت مباراه عقيمه، قلت جروس نايم مش معانا، قلت جروس تبديلاته كلاسيكيه عقيمه. انا شايف الفرقه ما بتتطورش مع جروس. لسه ما شفتش بصمه جروس، ولسه ما شفتش اي افكار لجروس بتتنفذ جوه الملعب. طبعا هو ما لحقش الصراحه عشان ما ظلموش، لكن لا، اداء الزمالك مع جروس سيء جدا عشان نكون واضحين. لكن التعادل الصراحه لمصلحه الفريقين. يعني الزمالك 8 نقط، المصري 5 نقط، وانيمبا وبلاك بولز الاثنين 4 نقط. فان شاء الله يعني التعادل ده لمصلحه الفريقين. فان شاء الله الزمالك والمصري يتاهلوا من المجموعه دي. الزمالك فاضل له ماتشين، الماتشين هنا في مصر بلاك بولز وانيمبا. طيب فان شاء الله الزمالك طبعا هيتاهل من المجموعه دي، ان شاء الله هيتاهل اول. تعال نتكلم في الصفقات. في اكتر من لاعب اتعرضوا على الاداره وعلى جروس. انا قلت لك ان جروس هو اللي هيختار الصفقات، ومفيش صفقه هتيجي غصبا عن جروس. الكلام واضح. طيب اكتر مركز الزمالك عايز يدعمه هو الوينج الشمال. اديك شفت امبارح اداء شلبي عامل ازاي. يعني خلاص انا مش عايز اتكلم عليه اصلا، الكلام عليه مضيعه للوقت. فالزمالك عايز وينج شمال ايجابي على الجون، وينج شمال قوي، وينج شمال متنوع، يلعب على الخط، يلعب في العمق، وينج شمال يقوي هجوم الفرقه. يعني تخيل الزمالك لو عنده مثلا زيزو على الناحيه اليمين، وينج شمال قوي، الزمالك هيبقى قوي هجوميا. لكن شلبي ناحيته ميته، لعيب ما عندوش اي تنوع ولا اي ابتكار، كل قراراته غلط في غلط. فعشان كده جروس عايز وينج شمال، دي اهم صفقه بالنسبه له.
في اسماء معروضه على الزمالك زي مين؟ زي عادل بولبينا، جناح برادو الجزائري. المشكله ان هو لاعب جميل وكل حاجه وهداف الدوري الجزائري ومكسر الدنيا وعنده 21 عام، موهبه بجد. لكن المشكله ان نادي برادو عايز 1.5 مليون دولار عشان يبيع اللاعب. طبعا يعني الزمالك ما عندوش الامكانيات دي. عشان اكون صريح معاك، الزمالك بيدور على جناح، يا اما لاعب فري لاعب حر بدون نادي، يا اما جناح ياخدوا اعاره 6 شهور مع وجود بند حقيه شراء في العقد. عشان اكون صريح معاك، صريح معاك، في جناح تاني تم عرضه على الزمالك من احد الوكلاء، اسمه اوبوكو، جناح غاني محترف في مونتريال الكندي اللي كان بيلعب له احمد حمدي لاعب الاهلي ولاعب الزمالك الحالي، نفس الفريق بيلعب فيه الجناح ده، اسمه اوبوكو. جناح عنده 21 او 22 سنه، جناح قصير سريع، بيلعب جناح يمين بيلعب جناح شمال. اللعيب ده كان مكسر الدنيا الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه، لكن الموسم ده ارقامه وحشه. موسم زي ده جايب جولين فقط. فالموسم ده الحالي هو اسوأ مواسم اوبوكو الجناح الغاني اللي عنده 22 عام. لكن الصراحه الجناح ده عنده بعض الميزات اللي هي زي ايه؟ بيعدي 1 على 1. اهم ميزه في اللاعب ده المهاره. طب 2، بيلعب في اي حته في الملعب، يلعب 10، يلعب وينج يمين، يلعب وينج شمال. 3، ايجابي على الجون، شويط على الجون. لكن الموسم ده انا بقول لك هو عشان اكون صريح معاك، يعني ارقامه مش كويسه خالص، عكس المواسم السابقه. كان بيجيب في الموسم حوالي 9 تجوان او 8 تجوان. الموسم ده جونين فقط. فالموسم ده هو اسوأ مواسمه. يمكن عشان كده نادي مونتريال الكندي عايز يبيعه. ده معروض على الزمالك لسه ما خدش قرار انه يتعاقد مع اللاعب على سبيل الاعاره لسه. لكن في اسماء بتتعرض على الزمالك وعلى جروس، وجروس هو اللي هيختار ان شاء الله. الزمالك الموسم ده عايز يجيب جناح وعايز يجيب مهاجم اجنبي. لو الجزيري مشي، كلامي واضح، لو الجزيري مشي. والزمالك كمان عايز يجيب لاعب 6. هما 3 صفقات فقط، ويمكن يكونوا صفقتين، وينج شمال محترف اجنبي ومهاجم اجنبي. فده كل اللي يخص صفقات الزمالك.